يا مساء الحب والسعادة على عيونكم. النهاردة كده أنا جاية أتكلم معاكم شوية كأننا صحاب قاعدين قاعدة مع بعض. كلام من القلب بجد يعني. كل الناس بتفضل تقول حبي نفسك حبي نفسك، اشربي فنجان قهوة، اقعدي على جنب، خلي ليكي مكان مخصوص ليكي. أنا مش جاية النهاردة أقول كل الكلام ده، أنا جاية أقول حاجات فعلية موجودة في حياتنا كلنا. لازم إن احنا كده نفكر فيها بعقلانية علشان نعرف نحب نفسنا بجد. أول حاجة، ان انت تحبي نفسك مش معناها ان انت تسيبي المسؤوليات اللي عليكي. سواء انت انسانه متجوزه عندك اطفال، عليكي مسؤوليات، عليكي بيت لازم تهتمي بيه، اولادك وبناتك اللي انت لازم تهتمي بيهم، تشوفي دورك ناحيتهم عامل ازاي، ايه الحاجات اللي المفروض توفريها لهم. ليكي زوج المفروض برضو تبقي مسؤوله عن حاجات تخصه، تجهزي له حاجته، تجهزي لعيالك حاجتهم، تنظفي بيتك وتبقي قاعده في مكان نظيف. انك تحبي نفسك مش معناه ان انت تسيبي كل الحاجات دي. حب النفس مش كلمة أنانية. إن أنت تحبي نفسك، إن أنت تعملي كل الحاجات اللي حواليكي دي، بس في نفس الوقت تسيبي لنفسك وقت في اليوم، وقت ثابت كده. الوقت ده بتاعي أنا لوحدي. مش إن أنت تفضلي تدي 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 لكل اللي حواليكي وتيجي في الآخر على نفسك أنت وتقولي لا أنا ما عنديش وقت لنفسي، أصل أنا تعبت طول اليوم، أصل أنا عندي مسؤوليات كتير فمش فاضية لنفسي إن أنا أخلي لنفسي جزء مخصص ليا. ما ينفعش. علشان تقدري ان انت تعملي كل المسؤوليات اللي عليكي وكل الحاجات اللي حواليكي اللي مطلوبه منك دي، لازم ان انت تسيبي وقت لنفسك تهتمي بيه في نفسك شويه، وتخلي اللي حواليكي كمان يحترموا الوقت ده، وقت خصوصي ليكي. يعني ما ينفعش في الوقت الخاص ليكي ده اي حد يجي يقولك معلش انا عارف اصل انت في وقتك الخاص ليكي وان انت قاعده مع نفسك حبه، لا بس انا طالب منك طلب، ممكن تعملي لي كذا وبعدين تروحي تقعدي مع نفسك شويه. ما تسمحيش ان ده يحصل. في الاول وفي الاخر كل الحاجات اللي انت بتعمليها ما بيتحسش بيها للاسف. مهما هتعملي ومهما هتدي، بيبقى خلاص ده وضع ايه يعني مفهوم كده عندهم، وده واجب عليكي. يعني انت مش بتتكرمي علينا بحاجه، لا انت بتتكرمي على فكره. انت تاخدي من وقتك ومن مجهودك علشان تدي للناس اللي حواليكي. مش معنى ان انت بتريحيهم وبتعملي لهم كل الحاجات اللي هم عايزينها منك ان ده بقى خلاص امر لازم عليكي ان انت تعمليه كل يوم. اكيد هيجي عليكي يوم تتعبي، اكيد هيجي عليكي يوم مالكيش نفس اصلا ان انت تقومي تعملي اي حاجه. علمي اللي حواليكي وعوديهم ان هم يساعدوا معاكي، ان كل واحد قادر انه يعمل حاجه يقوم يعملها. مش عشان انت بتعرفي تعمليها فانت تعمليها كلها، لا لازم يبقى فيه مساعده. علمي اولادك، علمي جوزك، خليهم يساعدوكي زي ما انت ما بتساعديهم. اللي انت بتعمليه ليهم دوت غير انه واجب عليكي، لا انت بتساعديهم علشان انت بتحبيهم. لو انت مش بتحبيهم هتعملي لهم حاجه مش هتبقي طايقاهم، مش تبقي عايزه تعملي اي حاجه. خلي نفس الدور ده يبقى دورهم هم كمان من ناحيتك. لو هم بيحبوكي فعلا هيقوموا وهيساعدوكي وهيعملوا كل الحاجات معاكي، لان ده حب، مش ان ده واجب او امر لازم ان هم يعملوه. في ناس لو انت قلت لهم انا هريح شويه اني تعبانه او ان انا مش قادره اساعدكم في الامر الفلاني، يبقى انت كده مش بتحبيهم او مش بتقدريهم. لكن الحقيقه بجد بتبقى مختلفه تماما. انك تحبي نفسك مش معناه ان انت تطنشي كل المسؤوليات بتاعتك ولا تقولي لا اصلا انا مش فاضيه لكل حاجه. مش معناه ان انت تعيشي لنفسك وبس، لا انت هتعيشي حياتك بتوازن، حابه ليكي وحابه ليهم. تخيلي كده انت معاكي كوبايه ميه، لو فضلتي كل واحد عطشان تيجي تديله بق من الميه دي، هتفضلي تديهم تديهم تديهم، لما تيجي انت بقى تعطشي وتشربي مش هتلاقي لك ولا نقطه ميه ليكي. فما ينفعش. لا حابه ليهم وحابه ليكي، ما تديش كل اللي عندك وما تاخديش كل طاقتك ومجهودك ليكي انت لنفسك. يعني ما تجيش تقولي لا انا بحب نفسي فكل وقتي ومجهودي هيبقى مخصص ليا انا بس، اقوم اعمل ماسكات واقعد لوحدي واشرب قهوه واتفسح واخرج والباقيين طز فيهم. ولا كده قوي ولا كده قوي. خليكي كده ايه بين البنين، وسط، وخلي حياتك متوازنه. طب هتقولي لي انا عندي مسؤوليات كتير وعلى بال ما بخلص كل اللي ورايا ما بيكونش فيه وقت ليا. زي ما بتخلي فيه وقت لباقي الحاجات المسؤوليات اللي عليكي دي، خلي وقتك انت معروف. من الساعه كذا للساعه كذا الوقت ده بتاعي انا لوحدي، حتى لو ورايا لسه شويه حاجات. وقفي الحاجات دي، قولي ستوب، لا الوقت ده بتاعي انا لوحدي. اقعدي مع نفسك شويه، ان شاء الله حتى ما تعمليش اي حاجه. اسمعي قرآن، اقعدي ساكته خالص. انا بعمل كده. ساعات ببقى خلاص بقى جبت اخري ومش قادره ولازم الوقت ده اخده لنفسي، بطلب من اللي حواليا لو سمحتوا انا هقعد شويه ربع ساعه حتى في الاوضه دي وهقفل على نفسي الباب. محدش يخبط عليا، محدش يطلب مني اي حاجه، استعيد بس قوتي وهطلع لكم مره تانية. والله ساعات ما بعمل اي حاجه خالص، بفضل قاعده كده وبصل الحيطه ما بعملش اي حاجه.
المهم احس بهدوء في دماغي، احس براحه شويه، اقرا شويه قران، بجيب اجنده كده وبقعد اكتب فيها الحاجات اللي بتحصل في يومي. انا الحاجه الفلانيه دي ضايقتني النهارده، انا الحاجه دي شجعتني ان اعمل حاجه كويسه، انا ناويه ان انا اعمل كذا. الكتابه اللي انا بكتبها دي ساعات ما ببقاش قادره اقول الكلام اللي فيها لاي حد من الناس اللي حواليا، فبطلع الحاجه اللي انا حاساها جوايا في الكتابه دي. وفي وقت تاني لو جيت اقرا الكلام اللي انا كتبته، بحس ان انا قد ايه عديت بحاجات كتير كانت ممكن انها ما تعديش، قد ايه اتحديت نفسي في حاجات كنت خايفه ان انا اعملها ولقيت نفسي عملتها. مجرد انك تدوني الحاجه اللي انت خايفه منها، هتلاقي نفسك ان انت تقدري تتغلبي عليها. ربع ساعه الصغننه دي هتعدي وانت قاعده لوحدك، هتلاقي نفسك استعدتي قوتك مره تانية وقدرتي ان انت تكملي يومك معاهم. في امهات كتير بتلاقي انها مضغوطه زياده عن اللزوم خلال اليوم، شويه في دروس، شويه في تمارين، شويه في ان عيالها اساسا بيزنوا عليها، شويه شويه شويه، كل شويات دي على دماغها بيخلوها توصل للانفجار. هيجي عليكي وقت هتلاقي نفسك بتصوتي في وشهم، بتصرخي خلاص انا مش قادره استحمل، انا مش عايزه اعمل حاجه، هتحسي ان عيالك بقوا عبء عليكي. انا مش عايزاكي توصلي للمرحله دي. لو انت بتوديهم درس، فانت عندك في ميعاد الدرس ده وقت فاضي، اعملي فيه حاجه انت تحبيها، ان شاء الله تتمشي في الشارع كده، اتفرجي على المحلات، اقعدي في مكان، في اي كافيه، في اي حته، تشربي حاجه انت بتحبيها كده، تهدي دماغك شويه. وديتيهم التمرين، لو ناويه ان انت تقعدي معاهم، هتبقي قاعده في مكان فيه هوا، خدي الاجنده بتاعتك او النوته بتاعتك معاكي، اقعدي دوني، خدي سماعه كده، اقعدي اسمعي اي بودكاست، اسمعي اي فيديو يعجبك، اتفرجي يا ستي على فيلم ولا مسلسل تكوني بتحبيه، تابعيه في الوقت ده. وقت ما انا مستنيه عيالي، لا انا هخلي الوقت بتاعي ده مليان بحاجه انا احبها. ما تخليش ان الوقت ده يبقى عبء عليكي، انا هفضل الوقت ده كله بره البيت، انا وقتي ضايع، انا مش عارفه اخلص اللي ورايا. طب ما تروحي في الوقت الفاضي ده، اعملي الحاجات اللي وراكي في البيت، وارجعي تاني ردي لعيالك وخديهم وطمني عليهم. ايه اللي هيحصل لو نظمتي وقتك؟ على فكره لو نظمتي وقتك كده وقلتي في الميعاد الفلاني هعمل كذا وفي الميعاد الفلاني هعمل كذا، ده هيريحك كتير قوي في حياتك. مش هتحسي ان ده قيد، لا ده دي حريه بجد. في ناس كتير بتشوف ان هي لما تنظم وقتها ان ده كده هيخنقها، لكن الحقيقه ان العشوائيه هي اللي بتخنق. انك ما تبقيش عارفه تنظمي وقتك، مش عارفه تعملي ده امتى وتعملي ده امتى وتكربسي كل حاجه فوق دماغك، هو ده اللي هيخليكي تحسي ان انت مش مرتاحه. لكن لما هتنظمي وقتك، هتحسي بجد ان انت مرتاحه وكل حاجه بميعاد كده، كل مسؤولياتك هتلاقيها بتتعمل بسهوله، وهتلاقي ان انت كمان مفيش ضغط عليكي. اما حد يجي يطلب منك حاجه وانت مش قادره تعمليها، قولي له بالراحه انا مش قادره على ده دلوقتي، معلش عملت حاجات كتير فمش قادره ان انا ادي تاني، ممكن اعملها لك بكره، ممكن ناجلها اليوم تاني وانا هساعدك فيها. لو الحد اللي طلب منك الحاجه دي وافق وقدر ده، اعرفي ان هو فعلا بيحبك. لكن لو بقى اتنرفز وقال لك لا وانا لازم وتعمليها لي دلوقتي وما ينفعش تاجليها وما ينفعش وما ينفعش، اعرفي ان الشخص اللي قدامك ده اناني، بيحب نفسه اكتر ما بيحبك انت، مش قادر ان هو يديكي وقت ان انت ترتاحي علشان تساعديه بعد كده. فما تسمحيش ان ده يحصل، لا انت ليكي وقتك اللي انت لازم ان انت تاخديه. اعرف ستات بيتفننوا انهم يعملوا كل حاجه ليهم ولغيرهم، ويحسوا في الاخر ان هم مقهرين. يعني هقوم من الصبح بدري وهعمل اكل وهنزل مشاوير وهعمل الحاجات بتاعه الناس اللي حواليا من غير ما اخليهم يقوموا من مكانهم. لو عندي حد عايز يساعدني ويقول لي معلش خليكي انت قاعده وارتاحي وانا هعمل الحاجه دي مكانك، لا ما خليهوش يقوم، انا اللي هعملها، وانا اللي هعمل ده، وانا اللي هعمل ده، وانا اللي هعمل ده. لو اقدر ان انا مثلا اودي سجاد يتغسل في الدراي كلين وارتاح، لا انا مش هعمل كده، انا هضغط على نفسي وانا تعبانه وهغسل السجاد في البيت. لو في يوم من الايام مش قادره اعمل اكل مثلا وفي امكاني ان انا اجيب اكل من بره، لا انا مش هجيب الاكل اللي من بره، وهنزل وهروح السوق وهجيب اكل وهقعد اعمله بنفسي. طب ليه؟ وانت تعبانه، انت كل يوم بتعملي نفس الكلام ده، مفيش يعني فيها حاجه لو اخدتي يوم واحد راحه عليكي. ده يعني لو اللي حواليكي بيحاولوا انهم يساعدوكي، سيبيهم يساعدوكي، ليه تقولي لا؟ ليه ما تفكريش في نفسك؟ يجوا في اخر اليوم انا عملت حاجات كتير قوي فخلاص انا مش قادره، كتافي وجعاني ورجلي وجعاني، مش قادره حتى اسرح شعري، لا مش هسرحه النهارده، خليني بكره بقى يمكن اقدر. ليه توصلي لنفسك للمرحله دي؟ ليه تخلي نفسك انت اخر حاجه في يومك؟ ليه؟ هو مش روحك دي ليها عليكي حق؟ مش ربنا عطينا جسمنا ده لازم نحافظ عليه، ولا احنا لازم نهلكه؟
لازم نهلكه كل يوم ونهلك عقلنا يعني يبقى كل حاجه عليا كل حاجه عليا. انت هتكرهي نفسك، مش بس ان انت هتتعبي، انت هتكرهي نفسك. ليه توصلي لنفسك للمرحله دي؟ ليه ما تحاوليش ان انت تساعدي نفسك في انها تقدر تعيش؟ حبك لنفسك مش حاجه بتعمليها مره كده وخلاص، ده اسلوب حياه. مش معنى ان انت تسيبي شغلك او بيتك، لا، معناه ان انت تعيشي وانت مش بتظلمي نفسك، تعيشي وانت عارفه ان انت كمان تستحقي الراحه، تستحقي الفرح والحب. زي ما بتديه للناس اديه لنفسك. انك تحبي نفسك مش انك تصحي من النوم كده كل يوم وتقولي انا النهارده بحب نفسي، انا ناويه ان انا احب نفسي كده وخلاص. طب هتحبيها ازاي؟ ما انت لازم تبقي عارفه ازاي تحبي نفسك اكتر. لازم تعيشي وانت راضيه عن نفسك، بتعامليها بالراحه، بتحافظي على طاقتك قبل ما تديها لاي حد. احنا كبنات وستات متعودين نحط نفسنا اخر الصف. دايما البيت والاولاد والشغل والناس هم اللي بيجوا في الاول، وبعدين لو فضل لينا وقت نفكر في نفسنا. بس الحقيقه ان ده نظام بيخليكي تستهلكي نفسك بسرعه. تصحي لنفسك بعد سنين هتلاقي نفسك مش فاكره اخر مره عملتي فيها حاجه لنفسك كانت امتى. ما ينفعش. حطي حدود من دلوقتي، حطي مكان لنفسك من دلوقتي. على فكره انت مش سوبر وومن. لازم تخلي كده في فترات استراحه لحياتك، يعني خلال اليوم فترة استراحة صغيرة ولو 10 دقايق يا ستي. افصلي فيها عن الناس. اشربي كوباية شاي، حتى بصي من الشباك. انزلي تمشي شوية حوالين البيت، ما بقولكيش ابعدي ولا اركبي ولا روحي مشاوير. امشي شوية حوالين البيت. اقفي شوية كده مع نفسك في بلكونة، اتفرجي على اللي رايح وعلى اللي جاي. ايه اللي هيحصل؟ 10 دقايق بس في يومك. مش بقولك طول اليوم يبقي فاضية. فضي نفسك بس حبة وقت صغيرين ليكي. ما تستنيش الإذن من حد إنه يقول لك قومي خدي استراحة لنفسك، إنك خدي حبة وقت ليكي، أنت تعبتي النهارده. ما تخليش نفسك توصلي للوقت ده. لا، أنا كده كده عندي وقت لنفسي. أنا مش هخليكم تتكرموا عليا وتدوني حبة عارفين البريك كده اللي بيبقى في المدارس؟ النهارده دلوقتي خلاص الجرس رن وانزلوا الفسحة. ما تخليش حد يديكي فسحة دي. أنت اديها لنفسك. زي ما بتتعبي وبتدي لكل اللي حواليكي، ادي لنفسك فسحة، ادي لنفسك بريك. أنا دلوقتي خلاص هفصل منكم شوية. هو انت مخلوقه علشان اللي حواليكي؟ انت مخلوقه علشان نفسك قبل اللي حواليكي. انت حبه وهم حبه، مش انت كل الوقت ولا هم كل الوقت. هديكي مثال يا ستي. لو انت عندك واحده صاحبتك، وصاحبتك دي عليها حاجه معينه بتعملها كل يوم، ولقيتي ان صاحبتك تعبانه المره دي مش قادره انها تعملها، هتخليها تعملها غصبا عنها ولا هتقولي لها لا ريحي النهارده وانا اعملها بدالك؟ طب ما تتخيلي ان انت صاحبتك دي. ادي نفسك كده راحه شويه. انا بعمل الكلام ده كل يوم كل يوم كل يوم، بس انا النهارده مش قادره، خلاص مش هعمله. مش الزام، هو ليكي حق على نفسك. عايزه اقول لك كمان ان جسمك بيأثر على دماغك. لو انت مش بتنامي كويس او مش بتاكلي كويس وبتاكلي اي حاجه كده وخلاص او مش بتتحركي، مش بقولك اعملي رياضه، ان شاء الله حتى تمشي شويه في البيت. لو انت ما بتعمليش كل الحاجات دي هتأثر على دماغك. هتلاقي ان انت مش قادره ان انت تعملي حاجه. جسمي وجعني مش قادره اقوم من مكاني، ما عشان انت مش ولا بتاكلي كويس، ولا بتتحركي كويس، ولا بتنامي حتى الساعات اللي المفروض ان انت تناميها. كل حاجه ضغط على نفسك وعلى اعصابك. طب هتلاقي الراحه في جسمك جايه منين؟ مش هتلاقيها طبعا. والحاجه الابشع بقى انك لو حاولتي ان انت تفضي وقت لنفسك، بتروحي ماسكه التليفون، سوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب بتاع، تفضلي تتفرجي على حياه الناس اللي حواليكي. الناس يعني عايزه اقول لك ان مش كل الحاجات اللي انت بتشوفيها اساسا في الفيديوهات بتاعتهم حقيقيه. ده علشان يوصلوا لك الصوره اللي باينه قدامك دي، بيفضلوا يمنتجوا في الفيديو ويصوروه بدل المره 20 مره، علشان يبينوا لك هم قد ايه كويسين وقد ايه حياتهم مثاليه وانت اللي حياتك بايظه. على فكره انت بتاخدي من وقتك انت ومن طاقتك انت علشان تكسبيهم هم. هم عملوا اللي عليهم وقاموا صوروا ومنتجوا وعملوا مجهود كبير علشان يكسبوا، علشان يخلوكي تتفرجي على الفيديو بتاعهم وتساعديهم ان ساعاتهم اللي انت بتتفرجي عليهم فيها دي تزيد وارباحهم تزيد. بس انت استفدتي ايه في الاخر؟ ضيعتي وقتك بس، ما عملتيش اي حاجه مفيده لنفسك. فكرتي في مره من المرات ان انت الحاجات اللي بتشوفيها دي تحاولي ان انت تعملي حاجه مفيده ليكي انت زيهم؟ ابدا، انت مجرد مشاهد بتتفرجي كده من بعيد وخلاص، وترجعي تعيطي على نفسك وتعيطي على حياتك، وانا ليه حياتي مش زيهم، وانا ليه حياتي مش مثاليه. انت اللي مخلياها كده. انت اللي بتديهم وقت من وقتك ملهوش لازمه. انت لو اخدتي وقتك ده وعملتي فيه حاجه مفيده ليكي انت، هتستفيدي اكتر ما انت بتتفرجي عليهم. حبك لنفسك مش رفاهيه ولا موضه، ده اساس حياتك.
لما تدي لنفسك مكان في جدولك هتلاقي ان حياتك كلها بتتظبط، هتلاقي نفسك بقيتي اهدى، هتلاقي نفسك بقيتي اطيب مع الناس اللي حواليكي، وهتلاقي ان انت لما يبقى عليكي مسؤوليات هتركزي فيها وهتديها حقها هي كمان. وعدي نفسك من النهارده انك هتديها الاولويه، لان انت لو ما حبيتيش نفسك محدش هيعرف يحبك بالطريقه اللي انت محتاجاها. كل الناس اللي حواليكي هيلاقوا ان مساعدتك ليهم حق مكتسب، مش حد هيجي في يوم من الايام يقولك شكرا على اللي انت عملتيهولي النهارده، لا ده واجبك، ده دورك، ما انت بتعملي لي ده كل يوم، ده انت بالعكس لو ما عملتيش ده كل يوم هتبقي انت كده مقصره في حقه، مع ان انت مش واجب عليكي ان انت تعملي ده كل يوم. فكري في نفسك قبل ما تفكري في الناس اللي حواليكي، حبي نفسك علشان تجبري الناس اللي حواليكي انهم يحبوكي. اشوفكم في الحلقه الجايه.